بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما بدأنا على النبي صلينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم حبايبنا، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل معاكم ايه؟ حواوشي البطاطس. ماشي، دول بصلتين زي ما انتوا شايفين، وكم قرن فلفل وبطاطس وخمس بيضات. هنا ده ده تومة وقوطة وطيتين وبتنجان. هنخلي معاكم ايه؟ بتنجان النهاردة ان شاء الله جنب الحواوشي البطاطس ان شاء الله. والله أكلة لذيذة وسهلة وبسيطة وجميلة جدا والله. يعني بدي يقول حد بيعمل حواوشي بطاطس، في حواوشي بطاطس، في حواوشي كل حاجة، حواوشي خضار وحواوشي بطاطس وكل حاجة، كل اللي يدور عليه البق كله بيتعمل ويتاكل، وربنا يصلح حالنا وحالكم. هنا قطعت البطاطس زي ما انتوا شايفين اهي، وحطيتها على النار. هسلقها، هولع عليها. هنا قليت البتنجان اهو، قليت حبة وده حبة زي ما انتوا شايفين كده، بركة ربنا سبحانه وتعالى اهو. وهنا هقطع ده البصل والبيض والفلفل. هنا البطاطس يا حبايبي اهي خلاص على سوا، خلاص هتستوي. هنا دقيت التومة زي ما انتوا شايفين. اخلل البتنجان اشوح التومة بسيطة خالص بحبة زيت صغيرين كده، اقلبها عشان ما يبقاش ليها ريحة التومة، بسيط خالص يعني، مش اللي هي استوت على الاخر لا. وبشر القطيتين افضيهم ايه علي. ده البتنجان خلصته سوا. ده قرن فلفل، ودي القطيتين بشرتهم زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين يا حبايبي كده. ربنا يصلح حالنا وحالكم. ده هنا حبة ايليا ديت، قلبت فيها، هقلب فيها البصلة بالفلفل للحواوشي بتاع البطاطس. قطعت حبة ليا كده، خلت البطاطس في مكان تاني خالص والله بجد، يعني خلت طعمها حلو جدا لما قلبتهم كده في حبة الليا. وديت الدقة بتاعت البتنجان، عليها عصير، عليها الليمون زي ما انتوا شايفين اهو. ربنا يسر لنا الامور، يسر لكم الامور. فاقول حسبي الله عليه توكلت ورب العرش العظيم. والفيديو يا جماعه والله مش طويل، ده 4 دقايق يا دوبك تقريبا يعني. ديت حبه تومه مدوقه مع الملح كده، يعني حطيت ايه تطعم البصله مع الفلفل كده، ونحط عليها البطاطس اسويها شويه كده، وبعدين ايه هنروح نازله عليها بالبطاطس يا حبايبي كده اهو. بصوا هنزل عليها كده البطاطس واسويه كله مع بعضيه. والله حاجه حلوه وحاجه جميله. هنا البتنجان اهو، بصوا قلب ابيض من جوه زي قلب ايه اهو. هخليله كده. الدقه طعمها والله حلو لما شمحتها كده بسيطه على النار، وحطيت عليها القطيتين اللي انا بشرتهم بالفلفل وكده. ده تخليل البتنجان، ولذيذ وسهل وجميل والله يا جماعه. ربنا يصلح حالنا وحالكم. وهنا البطاطس حطيت لها حبه كمون تاني اهي. قلبته كله مع بعضه. هي كده ايه خلاص كده ان هي ايه استوت كده خلاص. انا طفيت عنها البوتاجاز. وهنا هعبيها بقى في العيش. هعبي كده في العيش. وهنا كسرت البيضة زي ما انتوا شايفين، قفلت عليها، وهحطها بقى في العيش. عندي صراحة كان بايت عندي في التلاجة، فالعيش مش طري، انا سخنته على البوتاجاز عشان يتطرى، عشان كده انتوا شايفينه ايه ملسوع. بس طعمه خرافة والله العظيم بجد، يعني ما اقولكوش على طعمه. سويته اهو ولذيذ جدا. بصوا بقى المفاجأة بتاعت البيض في الحواشي، بص منظره عامل ازاي. ما اقولكوش والله العظيم طعمه خرافة، يجنن 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 والله يا جماعة. وحاجة حلوة وحاجة لذيذة والله، وخفيفة وبألف هنا وشفا للي شاف واللي كل واللي هياكل وكله. يعني وادي البتنجان خلصته تخليل، وادي الحواوشي بتاعي ما هو زي ما انتم شايفين. ونشوفكم في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.